السلام عليكم متتبعين ديالنا ومتتبعات، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وانتم كتزوروا القناة ديالنا. مرحبا بكم معنا مرة أخرى. اليوم إن شاء الله غادي نقترحوا عليكم واحد لي باغيت في ميزون. غادي نصايبهم مع بعضياتنا. الطريقة ديالهم راه ساهلة وكيجيو لذاذ وصحيين في نفس الوقت. بالنسبة لهاد لي باغيت كنقدروا نديروهم باغ اكزومبل هكا في العشاء، نعمروهم بأي حاجة بغينا نديروهم مع اون سوب. المهم راه كيجيو زوينين وصحيين وساهلين في نفس الوقت كيف قلت لكم. غادي نخليكم دابا مع الطريقه ديال التحضير ديالهم. غنبداو بالمقادير بطبيعه الحال، عاد غندوزو للطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نحتاجوها، غادي نشدو داك الغيسيبيون ولا الزلافه اللي غادي نخلطوا فيها اللي غادي نعجنوا فيها العجينه ديالنا. غادي نحتاجوا فيها من طبيعه الحال اول حاجه غادي نحتاجوا واحد الكاس ديال الفورس، وغادي نزيدوا عليه واحد جوج. المهم انا هنايا عبرت بالكاس ديال العنبه. الكاس ديال العنبه هو اللي معتمد عندي هنايا في العبار. كيف قلت كاس ديال العنبه ديال الفورس وجوج كيسان ديال السميده رقيقه. غادي نغربلوهم مزيان. دائما نحاول نغربلوا الطحين ديالنا او السميده او الفينو ولا اي حاجه غادي نخدموا بها باش ما كيبقاوش في هذوك الحبيبات بحال هكذاك. صافي غادي نغربلوهم. غادي ندوزو هنايا عندنا الحليب، كاس ديال الحليب. الكاس اللي عبرنا به الفينو والطحين هو اللي غادي نديروه دابا نعبروا به الحليب. عندنا في الكاسرونه غادي نديرو كاس ديال الحليب، وغادي نديرو معاه معلقه كبيره ديال الزبده، قبيصه ديال الملحه. نحاول ما نكثروش الملحه باش ما يجيناش عاوتاني مالح بزاف. صافي واحد الخليط ديالنا غادي نديروه فوق نار متوسطه حتى كتذوب لنا هذيك الزبده، وكنديروه كنحطوه ابار نخليوه دافي باش نخدموا به. دابا غادي نشدو نديرو الخميره ديالنا تفاعل، نديرو معلقه ديال خميره فوريه او خميره معجونه، نضيفو معها شويه ديال الماء دافي وكنخليوها تفاعل. دابا هذاك الخليط ديال الحليب والزبده اللي سبق وحضرنا درنا شويه فوق النار، كنخليوه حتى يكون دافي، ما خصوش يكون سخون، وكنضيفوه على العجينه. ودابا غادي نضيفوا عليهم هذيك الخميره من بعد ما كتفاعل. بالنسبه للخميره تقدروا تضيفوا لها شويه ديال سكر سنيده اولا معلقه ديال العسل باش كتفاعل لينا دغيا هذيك الخميره، وباش هذوك لي باغيت ديالنا كيجيو محمرين، كيجي فيهم واحد اللون ذهبي زوين. صافي دابا غادي نحاولوا هاد العجينه ديالنا هذه نخدموها مزيان حتى تجانس لينا. الا بغيتوا ديروها في العجانه، عندكم العجانه ممكن ديروها فيها، بغيتوا تعجنوها غير هنايا لكم كامل الاختيار. كل واحد كيخدم بطريقته، وكل واحد كيخدم الحاجه اللي كتريحو. هادشي اللي كاين. صافي دابا غادي نحاولوا نخدموها بهذه الطريقه حتى كتجانس مزيان، و من بعد غادي نحيدوها من هاد الغيسيبيون اللي خلطناها فيه. كنحطها فوق منار الرخامه ديال البوطاجي ديالنا، وكنحاولوا ها نتوما كتشوفوا، شوفوا القوام ديالها كتجمع لنا مزيان. كنحيدوا هذاك الشيء الزايد ديال العجينه اللي كيبقى لنا في زلافه ولا في القصعه ولا في اي شما نتوما جمعتوا العجينه ديالكم. كنحطوها فوق البوطاجي يكون نقي مزيان. صافي وغادي ندلكوها حتى ها نتوما تشوفوا الطريقه اللي غندلكو بها العجينه. كندلكوها بهذه الطريقه اللي موالفين كدلكو بها العجينه ديالكم ديال الخبز. كنبقاو غاديين معاها بشويه بشويه حتى نحسوا بديك العجينه ديالنا صافي خفافت وكتبدا تطرطق، كيبدا يدخل فيها الهواء. صافي ديك الساعه كنعرفوا بان العجينه ديالنا راها واجده، ما كتبقاش تلصق لينا في اليدين. صافي ديك الساعات غادي نبداو نشكلوها على شكل دي ميني باغيت. غير حاولوا تاخذوا وقتكم في الدليك. هانتوما كتشوفوا حتى كتعطينا هذا القوام هذا. بحال بحال العجينه ديالنا كتجي بحال اللي كتلصق، بهذا المعنى هذا. صافي دابا غادي نردوها لهذيك الزلافه اللي عجناها فيها. غادي نغطيو عليها واحد شويه بين لما لا تفاعلت. نحاولوا نحطوها في شي كوان ديال الكوزينه اللي يكون شي شويه دافي.
ولا حطوها مثلا في الفران كيكون طافي، حطوها فيه، غطيوها وسدوا عليها الفران. داك الوقت اللي غادي تقضيو، اللي غتقضيو شي حاجه غترجعوها غادي تلقاوها غتلقاوها خمرات. صافي غنحاولوا نخرجوا من هذاك الهواء ديالها بهذه الطريقه هذه. هاد لاسباشول كتعاون بزاف في ملي كنكونوا كنخدموا العجينه، وكتعاونكم حتى باش كتحيدوا هذاك الزوائد ديال العجينه اللي كيبقاو في الزلافه. صافي غادي دابا نعاودو نردوها فوق البوطاجي ديالنا، فين غادي نشكلوها، فين غادي نخدموها. نحاولوا غير بزربه نخرجوا من هذاك الهواء ديالها اللي باقي لاصق، اللي باقي عفوا الهواء اللي باقي فيها غير هكا شويه. صافي وغادي نبداو نشكلوا فيها دي باغيت. تقدروا ديروهم كبار، تقدروا ديروهم صغار، المهم نتوما غتشكلوهم على حسب القياس اللي نتوما بغيتو. الا عندكم قطاعه بحال هذه قطعوا بها، عندكم الموس قطعوا به، عطا الله انسان باش تقطعوا غير بيدكم قطعوا. غير هو هذا كيعاونكم انكم تخرجوا القطع كتكون متساويه ديال الباغيت، وكيجيكم باغيت شكلو متساوي، ما كتجيش وحده كبيره وحده صغيره. هانتوما كتشوفوا هنا غنفرقوا كل حاجه بوحدها، كل هذه بوحدها. وغادي نجيبوا واحد شوفوا نتوما فاش بغيتوا ديروها، فاش بغيتوا تقرصوا لي باغيت ديالكم. تقدروا ديروا الزرارع، تقدروا ديروا غير سميده رقيقه، تقدروا ديروها في الفينو، تقدروا ديروا. انا هنايا درت القمح. صافي غنشكلوها بهذه الطريقه هذه نتوما كتشوفوا. وغادي نكونوا غادي نكونوا موجدين هذاك الطاوله اللي كتباع عند محلات تجاريه اللي كيبيعوا هاد المستلزمات ديال الحلوى وديال الخبز وديال هذا. هذيك ديال الباغيت راها متواجده دابا عند المحلات التجاريه كامله اللي كيبيعوا هاد الشيء هذا. هذيك كتعاوننا باش اننا لي باغيت ديالنا كيجيو مقادين في الجناب، باش حتى الا خمروا ولا شي حاجه ماشي بحال ملي كنديروهم في اللاطه ديال الفران كيقدروا يديفورماو لينا. ملي كنديروهم في اللاطه ديالهم يعني اللاطه المخصصه لي باغيت كيجيو احسن، كيجي الشكل ديالهم مقاد، كيجي بحال ديال المخبزات. صافي هانتوما كتشوفوا كنخدموهم بهذه الطريقه، كنتنيو وكنعاودو نتنيو عاوتاني، وحنايا كنهبطو بصبيعاتنا وكنعاودو نروليوها باش كيجي الشكل ديالها مقاد. وحنا كنروليو وحنا كنخرجوا يدينا في الجناب. هانتوما كتشوفوا هذه هي ديال الباكيت اللي كنخدموا فيها الباكيت، كندخلوا فيها الفران باش كيجي الشكل ديالهم مقاد. غادي نديرو شويه ديال الحليب فواحد الزليفه. هاد الخلطه هذه غادي ندهنوا بها الباكيت ديالنا. صافي غادي ندهنوا بها لي باغيت بهذه الطريقه هذه. بالنسبه الفران حتى كنقربوا ندخلهم الفران وكنشعلوا عليهم، كنخليهم حتى هما يخمروا شويه يطلعوا، وديك الساعات راه حنا كندخلهم الفران درجه الحراره تقريبا واحد 180 درجه حتى ل 190. كنشعلوا عليهم العافيه من التحت وحتى كيقربوا يطيبوا كنشعلوا العافيه من الفوق. بالنسبه للتزيين ممكن تزينوا باي حاجه عندكم، تقدروا تزينوا بهاد البافون، تقدروا تزينوا بزنجلان، باي حاجه عندكم، بزرارع. المهم اي حاجه بغيتو تزينوا بها ممكن تزينوا بها، كتضيف واحد الجماليه او ميم طون راها كتكون صحيه. صافي من بعد كندخلهم الفران ملي كيطيبوا، سواء كنقدموهم بحال هكذا دي طرونش، كنقدروا ندهنوهم باغ اكزومبل بحال هكا بالربيع الثومه والزبده، كنقدروا نخليهم بحال هكذاك تنعمروهم تنديروهم ساندويتش كيجيو زوينين ولذاذ وصحيين. وكنتمنى انهم يكونوا عجبوكم. ما تبخلوش علينا بجيم، كومونتير زوين، وباش تشجعونا وبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم وصحابكم. شكرا لكم على المتابعة، وان شاء الله نتلاقاو في وصفة قادمة ان شاء الله.